قصة السفاحة المغربية رقية الشرقي في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء. خلال أوائل تسعينيات القرن الماضي كانت تعيش امرأة تدعى رقية الشرقي. كانت تبدو امرأة بسيطة تعمل خادمة في المنازل، هادئة لا تثير الشكوك، لكن في داخلها كانت تخفي ظلاما لم يتخيله أحد. رقية استغلت عملها لدى بعض الأسر وبدأت ترتكب جرائم بشعة في حق الأطفال. أول ضحية لها كان طفلا صغيرا بكى كثيرا، لم تحتمل صراخ فخنقته بيديها بهدوء تام دون أن تذرف دمعة، ثم وضعته داخل كيس بلاستيكي أسود ورمته ليلا في أحد الأزقة. تكررت الأفعال وبدأ الجيران يلاحظون اختفاء أطفال في ظروف غامضة. التحقيقات بدأت إلى أن رأى أحد السكان رقية وهي تخرج ليلا بكيس أسود، فأبلغ الشرطة. تم توقيفها، وخلال التحقيق اعترفت ببرود عجيب بقتل أكثر من طفل دون أي ندم أو تأثر. حكم عليها بالإعدام، وبقيت قضيتها واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المغرب. شرطة. الحكمة من القصة: ليس كل من يبدو هادئا بريئا. بعض الوحوش لا تصرخ بل تبتسم بصمت، وأن الثقة العمياء قد تفتح أبواب الشر. فالأبد من الحذر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأرواح البريئة.